دائما وصفات العراقيين تعجبني، عندهم بعض اللمسات في الأكل رهيبة. اليوم بنسوي دورمة عراقية بس بالبصل. اكتشفت إن محشي البصل من ألذ أنواع المحشي، إذا جربتوه بتعرفوا. مكونات الحشوة: لحم مفروم ورز تمن إذا ما عندكم رز مصري، معجون طماطم وزيت، بقدونس، صل، طماطم، نضيف لها عصير الليمون والزيت، دبس الرمان، البهارات مشكلة، فلفل أسود وبابريكا وكاري، ليمون أسود وملح. الأفضل تستخدمون بصل أبيض، نقطع بهذا الشكل، نصب عليه موية مغلية وننقعها يمكن 4 دقائق. الحشوة اللمسة اللي عجبتني مرة الفول الأخضر، مرة حلو في المحشي. نبدأ نصف البصل محشي، بنوزع عليها المرقة، عبارة عن مرق دجاج ومعجون طماطم ودبس الرمان وملفل أسود. نحطه على نار هادية، نحط عليه ثقل، ياخذ تقريبا من ساعة إلى ساعة ونص على النار.